هولاكو كان عنده معتقد غبي. هولاكو والخليفة وجها لوجه. عارف ايه اصعب من الموت؟ انك تموت وانت شايف كل اللي بنيته في 500 سنة بيداس عليه بالرجل. بغداد بتتحرق وريحة الدخان في كل حتة، والخليفة المستعصم واقف قدام هولاكو في خيمته. هولاكو ما كانش باصص للخليفة على انه ملك، كان باصص له على انه صيد ووقع في الفخ. حط قدامه طبق مليان ذهب وجواهر وقال له ببرود مرعب: كل. الخليفة بص للذهب بذهول وقال له: كيف آكل الذهب؟ هاكل الذهب ازاي؟ هنا هولاكو ضحك ضحكة هزت أركان المكان وقال له: إذا كنت تعلم أن الذهب لا يؤكل فلماذا لم ترسل منه إلى ملوك المسلمين ليأتوا لنصرتك؟ الخليفة سكت، ما هو مفيش حاجة يرد يقولها. الذهب اللي هو كان بيجمعه علشان يحميه بقى هو السبب في ذله. هولاكو ما قتلهوش بالسيف، أمر جنوده إن هم يحطوه في شوال وتدوس عليه الجنود لحد ما يموت، علشان هولاكو كان عنده معتقد غبي إن دم الملوك لو نزل على الأرض هيعمل زلزال، فموته دهسا تحت الخيول. تفتكروا العيب كان في الذهب ولا في الإيد اللي مسكته؟ سلام.